هلا مدريد، ألف مبروك لجماهير ريال مدريد، انتصار اليوم 3-2 على برشلونة. صار الفارق بيناتنا 11 نقطة، وبشكل شبه رسمي لازم نقول الدوري صار لنا. على كل حال أنا ما فهمت ليش جائزة أفضل لاعب راح للاعب برشلونة. فاسكيز اليوم الزلمة عمل ضربة جزاء، سجل هدف الثاني، صنع هدف الثالث، لازم هو ياخذ أفضل لاعب. على كل حال يا فاسكيز، أنت كنت أفضل لاعب بنظرنا نحن كجمهور ريال مدريد، ما هو بيستحق لاعب برشلونة للأمانة. ثاني شيء، اليوم أي حدا بيجي بيعلق ويقول لي حكم وحكم، حكم المباراة كان جيد. هدفكم الأول كان فاول عليكم خطأ، ولكن الحكم حسب لك إياه. اللاعب اليوم عم بنط على الكرة بحاط ايديه اثنين على توني كروز، هاي جول، هاي بنحسبوها. بكل شيء بيجي بيقول لك ضربة جزاء تبعية ريال، لا ما هي ضربة جزاء. هذا وجهة نظرك، نحن عنا ضربة جزاء لأنه لاعب دخل عليه، تدخل فاسكيز ما قدر يمشي بالطابة، تعرقل الرجل. على كل حال انا عندي عتب كمان على فينيسيوس وعلى رودريجو، كذا طابة بينات بعضكم عم بتضيعوها، انفرادات عم تضيعها، ليش؟ يعني كنتوا من زمان حسمتوا المباراة وخلصنا وكلياتنا ارتحنا، عشنا على اعصابنا لاخر المباراة. بتمنى من ريال مدريد يلعبوا ككرة جماعية، يلعبوا بينات بعضهم بشكل افضل من هيك للامانة. تحياتي لكل شي مدريدي، وهلا مدريد.